انت في خطر. عارف ليه؟ لانك لسه بتستخدم نفس الاسلوب ونفس الطريقه في التسويق اللي كنت بتستخدمهم في 2024. العالم دلوقتي بقى بيتغير بسرعه مرعبه جدا. النهارده الاي اي بيحلل ويكتب وينفذ اسرع منك ب 100 مره، والناس بقت تزهق بعد اول 3 ثواني من اي فيديو بتتفرج عليه. وجوجل النهارده ما بقاش لوحده، بيحضروا على منتجاته عليه. تقرير هاب سبوت اللي اتعمل على 1200 مسوق حوالين العالم بيقول لك ايه؟ اول نقطه هو بيقولها، بيقول لك ان الاي اي دلوقتي هو الاسيستنت بتاعك اللي ما تقدرش تستغنى عنه. يعني لو انت لسه بتكتب البوست بايدك، لسه بتعمل الاعلان بايدك، فانت كده بتحرق فلوس وبتحرق وقت على الفاضي. رقم 2، الفيديوهات القصيره بتشد، الفيديوهات الطويله بتبيع، الريلز بيجذب، ولكن البودكاست بيعمل ايه؟ بيعمل علاقه ريليشن شيب ما بينك وما بين الاودينس بتوعك. ومن افضل الجمل في النقطه دي بيقول لك ان المنصات بتكافئ اللي بيخلي الاودينس يقعد. رقم 3، ان الناس بقت تثق اكتر في صناع المحتوى، ما بيبقوش يثقوا في الاعلانات. يعني مش اي حمله اعلانيه والسلام هعملها هتحقق ليك مبيعات، هتحقق دلوقتي بس مش هتحقق قدام وهتستمر معاك. رقم 4، الايميلات ورجعت بقوه، بس خد بالك مش عرض والسلام، لا، تبني واحده واحده مع اي عميل انت بتبني معاه قائمه بريديه. وكل اللي انا قلته ده مجرد بدايه. ولو انت مهتم تعرف باقي التفاصيل اللي اتقالت في التقرير اللي اكيد هتفرق في شغلك، اكتب لي في كومنت كلمه تقرير وانا هبعت لك الفايل على طول. سلام.